بارت 2 من حاجات اشتريتها الفترة الأخيرة دي. جبت لعبة الصبر يا جماعة، اللعبة اللي هتعلمكم الصبر، وأنا اتكلمت عنها في فيديو قبل كده. اسمها لوحة الخرز أو لوحة الماس، وأنا هشرحها لكم بالتفصيل في فيديو تاني وهنعملها مع بعض، وكنت عاملة دي معاكم في فيديو قبل كده تقدروا تشوفوه. جبت برضو الألوان الهايلايتر دي، وبصراحة أنا اشتريتها عشان الألوان الباستيل اللي فيها والدرجات دي أنا بحبها عامة. هي فيها 12 لون وهتفيدكم قوي في المذاكرة، وهي غالبا كانت ب 80 جنيه، فبصراحة بالنسبة لسعرها والعدد هي حلوة قوي. جبت كمان المنظم ده عشان أحطه على المكتب كده وأحط فيه الأقلام، فبرضه حلوة قوي. وجبت كمان المقصات اللي بتقص اشكال يا جماعه، لما بتيجوا تقصوا الورق بيطلع لكم شكل، ودي بتنفع قوي في الجورنال عامه. طبعا الكثير والكثير من الستيكرز، وبجد عجبوني قوي المره دي. والزراير دي كان شكلها كيوت فجبتها، وجبت صمغ كمان، وجبت بقى الاقلام دي تحفه يا جماعه. بصوا هي سنها رفيع، بس لما بتيجي تكتبوا بتكتب بالوان كده تحسوا ان انتوا طالعين من بنترست. وجبت بقى الاقلام دي برضه، هي بتعمل زينه وبتزين كده شكل الورق زي ما انتوا شايفين، ودي بتنفع جدا في الجورنال عامه. جبت كمان قلمه الهايلايتر اللي بتخلي شكل الرسمة بتاعتك كأنها واقعية أكتر، ودي تكون مشترياتي الفترة الأخيرة. ولو حابين تسألوني عن أي حاجة اكتبولي في الكومنتات. باي باي.